بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة تاني فيديو دلوقتي، هي الساعة 3:15 فجرا، الاتنين 6 يناير 2025. أنا لسه مخلص فيديو من حوالي يجي نص ساعة أو ساعة كده عن حزب الجبهة الوطنية، وقلت رسالته المتناقضة، وقلت من خلاله إن أنا هقول فيديو عن عمرو أديب وكده. عمرو أديب شخص محترف، لكن بينفذ أجندة من يمتلكه، يعني مش حر. وأنا هنا مستغرب على الإدارة المصرية اللي هي مش منعاه. أنا مستغرب وبعتبره اللي هو في ثنايا البرنامج بتاعه خطير جدا. أنا مستغرب الإدارة المصرية الصمت إزاي. عمرو أديب كل دولة لها الحرية وشاطر تقدر تجذب الكفاءات وتوظفها حسب رسالتها والرؤية بتاعتها. أنا هنا بتكلم من منظور إن عمرو أديب أمس هو مصري وفي نفس الوقت واخد الجنسية السعودية، فأصبح هنا وشغال في قناة سعودية، بيدعي المصرية. كله كلامه الغالبية العظمى فيها نوع من الانتقاد الشأن المصري. هناك سلبيات وهناك مشاكل، لكن طبيعي في جميع الدول فيها ضربات. ما فيش مدينة أفلاطونية ولا ما فيش المجتمع الفاضل. في كل مجتمع بيبقى فيه ممكن نقاط ضعف أو نقاط ممكن يتم التسليط عليها الضوء من منظور نقدي أو حاجات زي كده. ما شفتلوش أي نقطة نقد للسعودية، ودي أول نقطة. أنت المفروض بتاع توك شو، وأنت مصري وسعودي ورجل بتطلع بتعرض. فأنا مش عارف الإدارة المصرية فين، الناس المسؤولة فين، سكتهم أو سكوتهم عنه إزاي. يعني ألف باء الأفضل اللي أنا يبقى عندي المذيع المصري اللي يطلع يعمل عملية نقد موضوعي لأي سلبات في مصر، والمفروض يبقى الإدارة المصرية ما تطردهوش ولا لا. طالما هيبقى رجل ما وروش أي نوع من التوجهات ولا الأوامر ولا المفروض يبقى الأولى اللي هم المصريين. احترامي للسعودية، لكن برضو ده واخد جنسية سعودية وهو مصري، بيعمل عملية نقد لاذع، نقد تقيل. أنا مستغرب إزاي الناس بتتابع، يعني إزاي ساكتة خالص كده، بتاخد قرارات لناس بسيطة جدا وقد يكون غير مؤثرة وتمنعهم وقف على البرنامج أصل قال كده. ومن ناحية عمرو أديب، إيه الحصانة اللي عند عمرو أديب اللي مخليهم محدش يقدر يقربه، رغم أن أنا بعتبر عمرو أديب خطير جدا، خطير جدا وبيضرب في العصب. يا أصحاب التخصصات ولو أنتم محترفين أعتقد هتدركوا عمرو أديب خطير جدا، بيظهر السلبيات بشكل الحقيقة مش مجرد إصلاح، لا ده هو فكرة اللي هو بيعرض بطريقة بيوصل رسالة عكسية بطريقة معينة، لا ثم يبين اللي هو بيدافع، لكن الوضع يعني خطير. فأنا أول استغرابي إزاي عمرو أديب لجماهيريته ولكن رسالته نقد بحت والغالبية العظمى للأوضاع في مصر وللنظام المصري بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وساعات بيلم نفسه ثم بيعمل كده. لكن رغم لو واخد الجنسية السعودية ما شفتلوش أي على الأقل نقد، حتى لو في الرياضة. لو جه قال لك ازاي مثلا منتخب يخرج وفي مليارات اتصرفت في القطاع الرياضي، ولا يقدر يتكلم اي كلمه، يبقى اول نقطه هنا اللي تخلينا اقول له ما تجيبش اي سيره عن مصر بايجابياتها بسلبياتها. فانا هنا النقطه الرئيسيه عن النظام في مصر ولا المسؤولين ولا حاجه، انتوا خايفين من ايه ولا مش قادرين تقربوا له ولا ايه؟ وانتوا خاصه بتاخدوا قرارات، يعني المفروض القرارات اللي انتوا منعتوا سوريين يخشوا حاجات، فالاولى خلي بالكم لعمرو اديب اخطر من حاجات متخيلين اللي هي الخطوره.
الحاجه وضحت فين؟ عمرو اديب امس تقريبا او اول امس هو جه يتكلم على فكره النظام اللي بيحكم دلوقتي او الجماعه اللي وصلت في سوريا وحاجات زي كده. بغض النظر يعني كل واحد ليه هيبقى ليه التقييم، لكن اللي ظهر ان الاداره السعوديه والدوله السعوديه لها مؤيده النظام او مؤيده من اللي هيحكم هناك ودعمه وحاجات زي كده. المصريه لا، لها تحفظات او رافضه وباينه من الافعال هنا والافعال هنا. انا بقى اللي عاجبني كنت منتظر عمرو اديب، وهنا ظهرت الحقيقه. كان مع التوجه السعودي. انا ما عنديش اي مانع السعوديه تبقى شاطر تعرف تجيب الناس الصح وتقدر تشتريهم، تقدر توجههم، تقدر تحط كده، ودي انا بعتبرها ذكاء. لكن فين الدوله المصريه؟ فين المسؤولين؟ ازاي انتوا ساكتين؟ ازاي انتوا مش قادرين تدركوا ان عمرو اديب خطير جدا؟ قعد يتكلم عن يعني خليكم في حالكم، شوفوا الناس بتروح كاننا مصر ديت يعني حاجه عاديه او نكره او حاجات زي كده. عمرو اديب هو نفس عمرو اديب اللي كان من سنتين 3 ولا 4 سنين ساعه فكره الغنوش وتونس وحاجه، وقال لك مصر والامن القومي المصري وحاجات زي كده. يعني مصر دلوقتي المفروض ملهاش دعوه بسوريا وملهاش يعني تدي اي ملاحظات او اختلافها مع النظام تقول عليه ده نظام كان اللي هو احمد الشرع ده كان اساسا القاعده ثم داعش ثم النصره ثم كذا. وطبعا ايديولوجي بغض النظر يتغير ما يتغيرش الفرق بين المعارض وهيبقى راجل ده بغض النظر ماليش دعوه بالموضوع ده. لكن انا بتكلم هنا محور كلام على عمرو اديب. عمرو اديب خطير وخطورته رهيبه. انا هنا اللي مستغرب له الدوله ديت ولا النظام اللي في مصر ولا الناس المسؤوله اللي هي منوطه بده. انتوا ساكتين ليه؟ انتوا يعني ايه حصانه عمرو اديب اللي مخليكم مش قادرين تقربوا له؟ ده الف بقى. لو انت هتعمل عمليه مقارنه، هو الراجل بيقول لك انا مصري واخد الجنسيه السعوديه. انت راجل بتاع توك شو، بتتكلم في السياسه، بتتكلم في انواع مجالات متعدده، بس العنصر الرئيسي بيبقى السياسه. انا نفسي حد يجي يقول لي عمرو اديب عمل اي تسليط ضوء على اي نقطه ضعف او نقد في السعوديه بما هو ان هو سعودي واخد الجنسيه السعوديه. مستحيل ولا يقدر. يعني ده ماشي بامر، وبالتالي الاولى ان اللي في مصر المسؤولين بتوع مصر المفروض لو في ناس بتفهم ومدركه وتقيم تقول له خلاص مالكش دعوه بالشأن المصري، اتكلم براحتك عن السعوديه او تمجد او تعمل. انا كل اللي بشوفه تمجيد، مفيش اي مشكله، يعني كل واحد ان شاء الله يمس يطبل. لكن انا المستغرب له وانا بقول عليها استفهام كبيره ان هنا والاجهزه لو حد بيتكلم اي حاجه غلط بيتمسك بيقول له ازاي مش عارف ايه الامن القومي ازاي. عمرو اديب ما حدش بيقرب له. انا سؤالي هنا الاجهزه مش فاهمه، خايفه، ليه حصانه رهيبه. انا باكد ان عمرو اديب اللي بيفعله خطير جدا. على الاقل انا بقول لك على النظام او على الاداره المصريه او على الحكومه او لان بتظهر بطريقه. انا راجل بتاع فكر تسويق. الرساله ما بيتقال شيء لكن البروزه شيء تاني. اللي بتقع وبتقعد في العقل الباطني اللي عاوز اوصل لك كذا، عاوز اوصل لك اللي هي ضعيفه، عاوز اوصل لك اللي هي متناقضه، عاوز اوصل لك اللي هي فاشل، ورغم اللي هو ممكن يدعي ان انا بعمل اصلاح هذا كده. فلا بد ان المسؤولين يا رب يكون عندهم نوع من الادراك ولا عندهم ناس محترفه. انا راجل بقول بتاع فكر تسويق، والنظره بتاعتي نظره تقييميه، وهم عندهم القرار بتاعهم احرار. لكن انا باكد ان عمرو اديب ما يفعله خطير جدا. مش هقول له ما بيقولش حاجه، لا، في سلبيات كبيره في البلد، لكن طالما هو ما بيعملش نظره نقديه في السعوديه ولا اي انتقاد المفروض ما يتكلمش. والاولى اللي يكون مصري بحت في قناه مصريه هي اللي تنتقد وهي اللي تسلط الضوء وتبقى مقبوله من النظام. لعل وعسى رسالتي توصل، واتمنى ان رسالتي تكون مفهومه جدا. وهي اللقاء في